حابة لإن أنا حاطة في المكونات السايلة ملح كويس. بدأت كده قلّبته طبعًا معايا شوكة، معلقة وشوكة، بابدأ بالشوكة باطلّع وبالمعلقة باقلّب كده أحط الcorn flakes بتاعي، وأبدأ كده طلّعته في طبق نضيف. نزلت بالدقاقيس كلّها في الخليط، وبدأت كده أطلّع برضه في الكريسبي بتاعي. خلّصت كده ال4 دبابيس بتوعي، هابدأ كده دخّلتهم على طبق في التلاجة لمدة 10 دقايق يتماسكوا شوية، وطبعًا عندي زيت هيبقى سخن على النار. ما تنسوش بقى يا حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك. شايفين حبايبي شكله؟ بدأت كده أمدّي لون جميل، اللون البرتقاني مع اللون الأصفر ده حاجة تحفة. بدأت في الزيت السخن نزلت بيهم، شوية زيت كويسين في الطاسة ونزلت حمّرتهم خدوا الوش من الجنبين. بدأت من جميع الاتجاهات بتاعتهم اللون اللي أنا عايزاه. بدأت نزلت بيهم مع رز بسمتي وكاتشب، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.